وكان الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله وهو إمام، كما كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أحسبه إمام. ولا شك أن الذي يعرف سيرة الشيخ مقبل رحمه الله يرى عجبا من حارس عمارة، حارس فتقع بين أيديه كتب مدارس في التوحيد، فيقرأ فيحب العلم والتوحيد والسنة فيتعلم، ثم يشاء الله أن يلتحق بالجامعة الإسلامية ويحصل على شهادتين في نفس الوقت. وكان يسمح بهذا قديما في الجامعة، يدرس انتسابا في كلية وانتظاما في كلية، فأخذ أظن كلية الشريعة وكلية الدعوة، وحضر الماجستير، فقيل في المناقشة لو كان النظام يسمح أن يعطى الدكتوراه في جلسة واحدة لأعطي الماجستير والدكتوراه. ثم نفع الله به في اليمن، فكانت دعوته دعوة عظيمة جدا. ينبغي يا إخوة أن نقرأ سير علمائنا وتاريخ علمائنا القدامى ومن كانوا قريبين منا، هذا يرفع الهمم إن شاء الله. يعني شوف حارس عمارة أصبح إماما من أئمة المسلمين بالإقبال على طلب العلم بالإخلاص. ولذلك لا تحقرن نفسك، لا تتطلع إلى أن ترفع، ولكن أخلص لله واطلب العلم، والله يرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات. الشيخ مقبل رحمه الله ما رزقه الله أولادا، وإنما رزق ب4 بنات، وكان يقول لطلابه أنا أكثركم أولادا، يعني ذكورا، لأن أولادي طلابي. ولا شك أن الذي يعرف الشيخ مقبل رحمه الله يعرف أن الشيخ مقبل رحمه الله كان يعتني بطلابه عناية الأب بأبنائه، وكان يزور بعضهم في غرفته ويكرر عليها المسألة ويقرر لها المسألة ويتفقد طلابه. وما أحوجنا إلى هذا، ما أحوجنا إلى أن نتحاب محبة حقيقية